بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم حسين احمد من قناه كوره تيتش. هنتكلم النهارده عن ماتش الاهلي والزمالك. ليله ماتش الاهلي والزمالك طبعا بكره ماتش مهم جدا 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 جدا. ماتش من الماتشات اللي ما بتتكررش غير كل 30 سنه حرفيا. يعني اخر مره اتقابل الاهلي والزمالك في مواجهه زي السوبر الافريقي كان سنه 1994. كان ساعتها طبعا للاسف كانت خساره النادي الاهلي بنتيجه 1-0 قدام نادي الزمالك كامل. فطبعا الماتش ليه اهميه خاصه جدا للنادي الاهلي لانه حاجتين. اولا النادي الاهلي كان خسر اخر سوبر افريقي طبعا من 30 سنه قدام الزمالك، بطوله مهمه جدا قصاد الزمالك الغريم التقليدي وماتش ديربي. وكمان الاهلي خسر السوبر الافريقي السيزون اللي فات قدام الفريق المغربي الجيش الملكي. كان اداء طبعا ساعتها حتى ما كانش احسن حاجه للنادي الاهلي، والاهلي حتى خسر بضربه جزاء. فهنتكلم النهارده عن الصفقات. هل الصفقات الجديده سواء للزمالك او الاهلي هيبقى ليها دور في المباراة ولا لا؟ هل هتشارك؟ هل يبقى لها دور قوي ولا لا؟ التشكيل المتوقع ان شاء الله الماتش الاهلي والزمالك بكره باذن الله. بالنسبه لنادي الزمالك هنبتدي الاول بنادي الزمالك. التشكيله المتوقع بالنسبه لنادي الزمالك هيلعب في حراسه المرمى بمحمد صبحي. من ناحيه من اليمين الشمال هيلعب بعمر جابر، والشمال محمود بنطايك اللي هو من ضمن الصفقات الجديده اللي الزمالك تعاقد معاها. وفي خط الدفاع هيلعب بحمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد. ويلعب في خط النص بمحمد شحاته وعبد الله سعيد وناصر ماهر. وفي خط الهجوم هيلعب من اليمين باحمد سيد زيزو، ومن الشمال بمصطفى شلبي. المهاجم بقى عليه كلام واقاويل كتير جدا. في اشاعات وفي اقاويل بتقول ان ممكن بكره يبتدي بعمر فرج الفلسطيني على حساب سيف الدين الجزيري، ويخلي سيف الدين الجزيري كورقه رابحه في الشوط الثاني مثلا او في نص الشوط الثاني. هل الكلام ده صح؟ هل الكلام ده غلط؟ في اقاويل سمعناها بتقول كده. بس طبعا هتبقى مفاجاه كبيره جدا ان لعيب عمر فرج لسه جاي ما لحقش طبعا يلعب حتى ولا ماتش تقريبا او مباراه مع النادي الزمالك، يلعب ماتش بكره. دي هتبقى خطوه جريئه من المدرب جوميز مدرب نادي الزمالك، وهتبقى كمان طبعا حاجه مفاجاه للنادي الاهلي. بس في نفس الوقت يبقى انت كده عملت مخاطره كبيره جدا بعمر فرج. ليه؟ لاسباب كتير. لان انت لما يكون لعيب زي عمر فرج ومهاجم مطلوب منه انه يسجل في مباراه زي الاهلي والزمالك، واول مباراه ليه رسميه قدام فريق زي الاهلي وجمهور زي الاهلي، مباراه على السوبر افريقي، هتبقى بالنسبه له صعبه. فلو ما اداش او قصر تقريبا انت كانك حرقته خلاص. فهنشوف الدنيا. يعني هل التشكيل المتوقع هيبقى فعلا بعمر فرج مثلا، وهل مثلا هيفاجئنا جوميز ويلعب باثنين مهاجمين مثلا، يعني هو بيلعب بسيف الدين الجزيري مع عمر فرج ويقلب الخطه؟ كل شيء وارد في كره القدم يعني. لان الزمالك عنده افاضه في مركز الهجوم، عنده حسام اشرف لانه عمل موسم رائع جدا الموسم اللي فات، كان من ضمن هدافين بلديه المحله، من ضمن هدافين الدوري. فعندك حسام اشرف، عندك سيف الدين الجزيري، عندك ناصر منسي، عندك عمر فرج. فانت بتتكلم في 4 شادو سترايكرز، يعني بتتكلم عندهم افاضه في مركز الهجوم. فهو وارد ان ممكن يلعب بكذا طريقه. ده بالنسبه للتشكيل المتوقع عن الزمالك. التشكيل المتوقع للنادي الاهلي يلعب طبعا في حراسه المرمى محمد الشناوي قائد الفريق، ومن اليمين للشمال هيلعب بمحمد هاني على اليمين ويحيى الله على الشمال. ويلعب في خط الدفاع برامي ربيع ويوسف ابراهيم. طب هل ممكن نشوف اشرف داري ويوسف ايمن؟ ممكن، وارد طبعا نشوفه. لولا لا قدر الله ليه ظروف اضطراريه، يعني مثلا اصابه رامي ربيعه، اصابه يوسف ابراهيم، طب هل ده معناه ان كولر مش مقتنع مثلا باشرف داري ولا يوسف ايمن؟ لا طبعا. اشرف داري كان من نجوم المدافعين منتخب المغرب، وكان عمل اداء قوي جدا مع منتخب المغرب في كاس العالم. لكن مباراه الاهلي والزمالك مش هينفع تحط اشرف داري ويوسف ايمن. ليه؟ لان خط الدفاع بالذات لازم تلعب باثنين فاهمين وقارين بعض. ليه؟ الاثنين واقفين مع بعض، يعملوا مع بعض مسيره التسلل، يقفوا مع بعض صح. رامي ربيعه يطلع قدام ياسر ابراهيم يغطي وراه، ياسر ابراهيم طلع رامي ربيعه يغطي وراه، وهكذا زي ثنائيه مين؟ رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم. النص طبعا هيلعب بمروان عطيه واكرم توفيق وامام عاشور. وفي الهجوم هيلعب من اليمين بيرسي تاو، من على الشمال حسين الشحات. وخط الهجوم للاسف الاهلي عنده عدد ضعيف جدا وعدد قليل جدا في الهجوم، بالذات في مركز راس الحربة. انت لا تملك غير وسام ابو علي كهربا، يعني واحد منهم لا قدر الله اتصاب شكرا، انت عايز غير مهاجم واحد هتكمل بيه بقى سيزون كامل. فهو هيلعب بوسام ابو علي. ده التشكيل المتوقع الصراحه اللي انا شايفه من مباراه الاهلي مباراه الزمالك بكره هيلعب بالطريقه دي. الفرقتين هيلعبوا بعض ازاي؟ احنا الاهلي طبعا هيلعب بخطه 4-3-3 ونفس التشكيل اللي اتكلمنا عليه. بس هل هنشوف بقى زي ما احنا متعودين على طريقه النادي الاهلي؟ هل هيلعب بيسموه كده بالهجوم الضارب، بالضغط الهجومي القوي، يعني هيضغط بكل خطوط يحصل بكره؟ ولا هنشوف مثلا الاهلي لا واخد حذره شويه؟ انا شايف ان التشكيل المتوقع يعني او الطريقه المتوقعه اللي الاهلي ممكن يلعب بيها ان الاهلي يضغط على الزمالك لاسباب معينه. الاهلي يمكن دلوقتي برضه احنا مش عايزين نحط ان الاسباب دي اسباب
يقول لك خلاص ده كده الاهلي هيكسب. يعني في ناس كتير طلع على السوشيال ميديا تقول لك ده الاهلي هيكسب، ده الاهلي خد البطوله. لا، انا ضد الكلام ده كله. حاجتين، لان الزمالك فريق كبير، فرقه لا يستهزأ بيها. انا ممكن اكون مثلا انا كفريق، سواء زمالك سواء اهلي سواء بقالي مثلا موسم او بقالي فتره مأدي مش اداء مش احسن حاجه، في الماتشات الكبيره دي بتشوف مستوى تاني خالص من اللعيبه كلها. تمام. فانت غلط قوي انك توصل للعيبه او توصل لنفسك ان الماتش سهل. لا، هو مش سهل لا على الزمالك ولا على الاهلي. لو هنتكلم كواقعيا فنيا، الاهلي افضل فنيا من نادي الزمالك. دي حاجه مش هنقدر ننكرها. الزمالك يمكن اقل شويه الفتره دي. تمام. الاهلي جاهز معنويا، الاهلي جاهز معنويا عن الزمالك. لان دلوقتي زي ما اتكلمنا، بنقول سواء اهلي او سواء زمالك، انا ممكن اكون بقالي موسم او بقالي مثلا 4 5 ماتشات مش احسن حاجه، بقالي بقدم مستوى وحش قوي. اجي بقى في الماتشات الكبيره، اصل الماتشات الكبيره دي زي بيسموها كده ماتشات فلته. الماتشات الكبيره دي ماتشات فلته. يعني ايه ماتشات فلته؟ بيبقى كل لعيب بيطلع النار من بقه حرفيا عشان يطلع يثبت ان هو لعيب كبير. فالماتشات دي بالذات، وكمان على بطوله، انت مش بتلعب ماتش دولي نقط فلو خسرت مش مشكله، لا ده ماتش على بطوله، اللي هيكسب هياخد السوبر الافريقي. يمكن ده من اهم البطولات اصلا اللي هتقابل الاهلي والزمالك في السيزون. فهو ماتش مختلف. لا اقدر اقول الاهلي هيكسب ولا الزمالك هيكسب. ماتش ايه اللي يمكن الكفه متساويه 50 50، بس احنا بنقول بس على الورقه والقلم اللي جاهز فنيا شويه الاهلي، بدنيا الاهلي ده اللي جاهز. لكن هل معناه ان الاهلي يتفوق على الزمالك وهياخد الماتش؟ لا، دي حاجه ما حدش فينا كلها، لا مدربين ولا محللين ولا مين يقدر يتوقعها، لان كل ماتش ليه حساباته وكل ماتش ليه حظوظه، انت ما تعرفش يعني. يعني انا شايف ان الطريقه اللي يلعب بيها ان هو يلعب بالهجوم الضاغط، يضغط على الزمالك، لان يمكن الزمالك مع الفتره دي مع جوميز يمكن عنده شويه، مش عشان جوميز وحش ما بيعرفش يحضر من تحت قوي، لان يمكن حسام عبد المجيد، حمزه المنصوصي كوير حلو، لعيب كوره كويس وبيعرف يسلم ويستلم، لكن حسام عبد المجيد لا، في الاستلام والتسليم، مع كامل احترام طبعا ليه وتقدير المستوى حسام عبد المجيد وان هو فنان عالي ومدافع قوي، بس هو في حته الاستلام والتسليم وحضر كرة من تحت ضعيف. هو يمكن لو اسامه ابو علي، انا شايف ان الاهلي يركز على الحته دي، انه يضغط على الزمالك من بدايه الماتش على الدفاع، ما يسمحش الزمالك انه يحضر هجمه، لان بالتالي لو ضغطت على حسام عبد المجيد ولا حمزه المنصوصي في ضغط هجمه وخط الكوره، هتبقى تعمل زي ما تقول دربكه واضطراب ما بين دفاعات الزمالك. الكوره يستغلوا مثلا خطا حسام عبد المجيد في التمرير، فبالتالي تاخد الكوره، ولازم لازم لازم، والمشكله اللي بيعاني منها الاهلي بقالنا 4 سنين تقريبا، لازم تخلص الكوره. ما ينفعش ان يا جدعان نوصل للكوره للجون 100 مره ما نجيبش ولا هدف، يمكن او نوصل لجون 50 فرصه نجيب منها جون. ما ينفعش، لازم المساهمه عليه كويس وكل حاجه، بس الفكره انت عندك الكوره لازم في ماتشات زي دي بتخلص من انصاف الفرص، واللي هيضيع اعرف وش ان هو يستقبل، ما فيهاش كلام، سواء من الاهلي او من الزمالك. فانت توصل للخط 18 عند الزمالك، خلص على طول، شوط من بعيد. يعني مثلا محمد صبحي برده مع كامل احترامي وتقديري ليه، يمكن في التسديد من بعيد مش قوي. لعيبه الاهلي برده تخلي بالها في التسديد من بعيد، لان ده حل من الحلول القويه جدا، بس طبعا لازم اهم حاجه الاهلي يخلي باله منها ان هو بيتضرب من خط ضاغط. يعني ما ينفعش انا ابقى ضاغط بشكل هجومي قوي جدا على نادي الزمالك وانسى الدفاع. الزمالك هيلاعب الاهلي ازاي بكره، او ايه الطريقه اللي ممكن يلعب بيها الزمالك بكره؟ الزمالك اعتقد ان هو هيلعب، ان هو هيعتمد على ضغط النادي الاهلي، ممكن زي ما بيسموه يمتص حماس واستحواذ النادي الاهلي بكره، ويعتمد على الكور العاليه او الكور المرتده، يعتمد بمعنى صح الكونتر اتاك، يلعب على الكور المرتده، يعتمد على سرعات سيف الدين الجزيري، يعتمد على سرعات احمد سيد زيزو، يعتمد على سرعات مصطفى شلبي، انه يضرب خط دفاع النادي الاهلي ويحرز هدف، على اساس بعدين يبتدي يتراجع النادي الزمالك ويبتدي يحافظ على ده مش معنى ذلك ان نادي الزمالك هيحافظ على هدفه مش هيهاجم تاني، لا، بس ساعتها ايه، عمر فرج ممكن يبقى له دور كبير مثلا، سواء زي ما اتكلمنا ممكن عمر فرج يبتدي او سيف الدين الجزيري على حسب اي حد من الاثنين، فيبقى له، فالمهاجم في نادي الزمالك بكره هيبقى له دور كبير قوي. فلازم لعيبه النادي الاهلي تخلي بالها، احنا هنهاجم، احنا هنضغط، احنا كل حاجه، بس تخلي بالك ان الزمالك قوي جدا، او الزمالك عنده قدرة فنية عالية جدا في ضرب خط دفاع الفريق المنافس، لأنه بيعتمد كمان على سرعات أحمد سيد زيزو، وإن أحمد سيد زيزو عنده تسديدات قوية جدا 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 من بعيد من بره خط، برضه سيف الدين الجزيري أو عمر فرج، لأنه لعيب تسديداته قوية. فالزمالك ممكن يعتمد على السرعات وإنه يضرب خط دفاع النادي الأهلي، فلازم لعيبة النادي الأهلي تخلي بالها من النقط دي. بس وبكده تنتهي حلقتنا عن ماتش، ونتمنى التوفيق طبعا للفرقتين، وانا اتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، وناخد البطوله باذن الله بكره. انا زي ما اتكلمت وقلت البطوله دي مهمه جدا 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 معنويا قوي للنادي الاهلي، هتديك حافز انك تكمل. النادي الاهلي عنده بطولات كتير السيزون ده،
في بطوله الانتر كونتيننتال. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي بكره، والنادي الاهلي ياخد البطوله باذن الله، وهتدي دفعه بقى معنويه للصفقات الجديده وللنادي الاهلي السيزون ده. وكان معاكم حسين احمد من قناه كوره تيتش، وان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم.